السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين بقى في موسم ورق العنب. هنجيب ورق عنب كده ونخزنه. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونروح نشوف بقى هنعمل ايه ونخزنه ازاي. هيفضل معاكي من السنة للسنة بلونه. معانا هنا كده حوالي من 2 كيلو ورق عنب اخضر كده وحلو، لازم تجيبيه طري كده واخضر. هنمسكه بقى نشيل كده العنق بتاعه زي ما انتم شايفين كده. هنرصه كده ونفرده فوق بعضه كده ونكون حاطين هنا، يعني بعد ما نخلصه نكون حاطين ميه سخنه على البوتاجاز. عايزاكم بقى تصلوا على النبي كتير، تعملوا اشتراك للقناه لسه مشتركش للقناه، وتعملوا لايك جميل من ايديكم الحلوه، وتصلوا بقى على الرسول كده. شوف بقى نعمل كده كل العنق دي كده نقطعها ونفردها كده ورقه فوق ورقه، ورقه فوق ورقه. هنروح بقى نقطفهم كلهم ونرجع لكم بقى تاني. هنا هو ما شاء الله بعد ما قطفتهم كلهم عملتهم صفوف كده زي ما انتم شايفين اهو. اي ورقه وحشه شلناها، اي ورقه محروقه، اي ورقه بايظه او دبلانه نشيلها، هناخد بس الاخضر الجميل ده كده. نكون حاطين ميه بقى على البوتاجاز. يلا بقى نروح بقى على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. معانا هنا ميه كده على البوتاجاز يا دوبك تسخن، مش ما تغليش ولا حاجه، ما يكونش فيها اي حاجه، مش هنحط فيها اي حاجه خالص. ناخد بقى كده ننزل كده الصف بصفه كده، ما يتخلوش يتقلب ولا اي حاجه ولا. حط صف جنب صف كده. نكون معانا بقى بولة كده فيها مية ساقعة. هنطلع بقى الأخضر ده، يعني الورق ده كده، مش نسيبه يستوي، يا دوبك يشم يتبخر كده، وناخده بقى نطلعه في المية الساقعة عشان يوقف عملية السوا بتاعته. زي ما انتوا شايفين كده نحطه في المية الساقعة. ومش هنكتفي بس بالمية دي، لا احنا هنشيله في مية تانية كمان. زي ما انتوا شايفين اهو، نقلبها بس كده تاخد لون، ما نسيبهاش تتسلق قوي. طلعنا تاني دور كده. انا جايبه لكم كل الخطوات خالص عشان البنات المبتدئين او البنات اللي مش بيعرفوا يخزنوا ورق العنب او يسلقوه، يبقى كده قدامكم. بس لو وصلت معايا لحد هنا حط اللايك بتاعك الجميل يا ست الكل، انتوا وهي اي حد بيشوفنا يعمل تعليق حلو كده من ايده الجميله ودعوه حلوه لكم بالمثل. حطينا كمان شويه اهو. ما بصوا، ما بياخدش اي وقت خالص، في ثواني بتخزنيه بقى علشان كل ما تيجي تحتاجيه كده تلاقيه في ايدك. بصوا هنا الورق لسه اخضر زي ما هو اهوت، ويحتفظ برضك بلونه.
مش هيغير معانا ولا اي حاجة. بصوا هي كان لسه بعمل بردك على البوتاجاز. هناخد بقى اللي احنا طلعته دولت في البولة ونحطهم بردك في بولة تانية مية ساقعة تانية. يعني اغسليه كمان عشان لو في تراب في اي حاجة لازم ينضف معاكي قبل ما تخزني، عشان تطلعيه من الفريزر على الحشو على طول. زي ما انتوا شايفين اهو، نطلعه من هنا نحطه في مية ساقعة كمان اهو. وكل صفة بصفتها كده علشان ايه ما ي... ما يعملش معاكي، ما يتناش او يتفرفت او اي حاجة. يبقى كده ايه معاكي مظبوط. هناخد ده كمان برضك نصفي المية بتاعته، نرجع نشوفه بمية تانية نضيفة. تمام. بعد كده بقى ناخده من المية دي نشيله بقى في مصفى كده عشان يتصفى خالص زي ما انتوا شايفين كده. نشيل بقى كده صفة بصفة كده، نحط صفة جنب اختها ونسيبها خالص تصفي خالص زي ما انتوا شايفين اهو. بعد ما يعني غسلته حلو تحت الحنفية مرة واتنين وتلاتة عشان ينزل اي تراب فيه، اي حاجة متعفرة يكون نضيف. نسيبه بقى يصفي خالص هنا اهو بعد ما يصفي خالص سيبته ساعتين تلاتة كده على ما يصفي خالص، عشان مش ينفع تحطيه وهو فيه مية. لو في اي ورقة متنية او اي ورقة كده افرديها عشان تيجي تطلعيه على الحشو ويبقى معاكي مفرود. نشوف بقى هنعمله ازاي. نجيب هنا ورق استرتش ونشيل كده شوية على قد الحشو كده، على قد ما انت محتاجة. هنحطه كده في الورقة. بعد كده نجيب ورقة الاسترتش ده عليها كده اول حتة، وبعد كده بقى ناخدها نلفها كده رول كده عشان تفضل مفروضة زي ما هي. تيجي تفردها تلاقيها مفروضة زي ما هي اهي. نلف عليها كمان لفة كده، نقفلها من الجناب. دي اول طريقة. نعمل كمان واحدة. نحط بردك شوية تانيين كده على قد ما انت محتاجة. نلفهم رول تاني كده بردك، لف عليها كمان طبقة اهي. نيجي عندنا بقى طبق فل كده، ناخد بردك شوية احنا هنا سلق يعني بخرناه كده من المية، سلقناه يعني علشان يبقى مفرود معاكي. لو انتي انا خزنته ناشف من غير مسلوق بيتكسر معاكي، تيجي تعمليه يتكسر معاكي، فكده احسن وترتاحي يعني. زي ما انت شايفه كده هناخد كل شويه كل طبق فيه شويه كده. دي طريقه تانية بردك.
اي ورقه تلاقيها متنيه افردها كده عشان تيجي تطلعها من الفريزر وقت الحشو تلاقيها مفروضه معاك وتحلو. ناخد الاطباق دي كده بعد ما خلاص خلصنا الكميه في الاطباق وفي الاسترتش راب. هنلف بردك الاطباق دي باسترتش راب. الورق ده كان متني معايا كده كنت بفرده. دي الكميه معايا اهي ما شاء الله. كان لسه معايا بردك شويه كنت لسه بسلقهم. جربوه بقى وهترتاحي اهو. انا لفيته باسترتش راب اهو. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. عايزه اشوفكم بخير وكنتم مع ام ياسمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.